كل شيء. النهارده لو عندك انت ما عندكيش دستور، يعني انا برضه مش عارف والله. انا كل ده رئيس جاي بلا انا والله بتستحضرني المرحومه ماري منيب في مسرحيه اللي خمسه، اما قالت لعادل خيري انت جاي اشتغلي ايه؟ انت جاي سواق يا هانم سواق. فاحنا هنقول له ايه؟ رئيسه؟ يعني مش عارف. انا النهارده لغايه النهارده وانا عاوز حد يقول لي النهارده مين القائد الاعلى للقوات المسلحه؟ الاعلان الدستوري تبص فيه مفيش حاجه خالص. مين يعلن حاله الحرب؟ لا ولا سمح الله حاله الحرب. لو في حاله الضروره اللي هي رئيس يتخذ اجراءات مفيش. لو الرئيس لا قدر الله توفى مفيش. مين رئيس المجلس الاعلى، مجلس القضاء الاعلى؟ اعلان دستوري ناقص لا يمكن لانسان ان يحكم به، وفي نفس الوقت النهارده لا يمكن مجلس عسكري يقدر يطلع اعلان دستوري وهيخش تاني في خناقه مع البرلمان مين اللي سلطه التشريع. بالاضافه اللي يمكن يوم 14 يقول لك والله كتر خيركم احد المرشحين عزل، وبالتالي برضه ما نعرفش هتعيد انتخابات، هتعيدها من اول والجديد. ممكن في نفس اليوم المجلس البرلمان اللي انت بتقولي اخش اللجنه وعشان كده قلت لك لا، ممكن هذا المجلس يتحل وبالتالي اللجنه اللي كونها ملهاش قيمه، وبالتالي اللجنه دي حتى لو استمرت تقدم تقريرها لمين؟ يعني عك ده اقل ما يمكن ان يقال يا لميس. انا هقف هنا واخرج فاصل اخر يا دكتور. والدكتور بنات الحقيقه سال سؤال مهم جدا لكل المرشحين مع احترامنا ليهم، من تبقى منهم ومن خرج منهم من السباق. انت جايه اشتغلي ايه؟ سواق يا هانم سواق. الله يرحمك يا ماري منيب. فاصل ونرجع مع الدكتور بنات.